السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حليوه كتوجد في الحين، ساهله، ما كتحتاج لا فران لا والو. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. كنحتاج جوج بيضات، غادي ندير هنايا في هذا الهشوار جوج بيضات، نص كاس ديال الحليب ونصف كاس ديال زيت نباتيه، مع واحد الخنيشه ديال فاني للتنسيم باش ما بغيتي تنسمو. كذلك هنايا واحد ساشي ديال الكاكاو، هذا بدون سكر، يعني القياس ديال معلقه عامره ديال معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو، قبيصه د الملحه. وغادي ندير هنايا جوج ملاعق او ملعقتان من السكر حبيبات، القياس ديال السكر حسب الذوق. وغادي نشد نخلط كلشي بهذا الهشوار كما كتشوفوا. يمكن لكم تطحنوا في المولينكس او الميكسور اللي بغيتو، او لا بالطراب اليدوي اللي كان. كندير هنايا واحد الساشي ديال الخميره الحلويات من فئه 7 غرام، وغادي نضيف الدقيق كذلك بمقياس، غادي نديرو بالملعقه، الملعقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه والسادسه. اذا النوبه الاولى غادي ندير 6 د الملاعق دفعه واحده ونطحن حتى كنشوف الخليط مزيان، نشوف القوام ديالو. غادي نضيف كذلك جوج، اذا المجموع ديال الدقيق 8 ملاعق ديال الدقيق الابيض. هانتوما القوام انا غنوريه لكم، ساهله في التحضير. قلت لكم كلشي كتوضعوه وكتخلطوه في هاد مولينكس او ميكسور او الهاشوار اللي كان. هانتوما القوام شفتوه ماشي خفيف وماشي ثقيل. هنايا خديت الطيفال، المعلقه ديال هاد المقله ديال الطيفال، اعتذر ونسيت باش، ودابا اللي كنصور وانا كنوضع هذه بالملعقه. كنبدا نحط، كنعمر ديك الملعقه اللي عبرت بها، كنبقى نهبط بشويه راه ما تشدش ليا. هانتوما كتشوفوا حتى انت كتفرغي نيشان فوق منها حتى كتكملي ديك الملعقه وكتحبسي. هنايا كانت تلصق ليا، ورغم ذلك درتها بديك اللي كان بداك هاد المعلقه اللي كنحرك بها، حاولت نفرقهم حتى شدات راسها. هانتوما كنقلب بواحد بسهوله وبشويه عليا باش ما نحاولش نقص اللي حداها. كنخليها حتى كتبدا تطيب مزيان وكتعطي الريحه، كتشمي الريحه بان بدات كطيب، وكتقلبي على الجهه الاخرى. وكنستمر كما قلت لكم، الملعقه كبيره اللي عبرت بها هي اللي كان نفرغ بها الحلويات او هذا الخليط ديال اللي درت ديال الحلوى في الوسط حتى كنكمل وكنهز يدي وكنضيف كذلك. كنحاول ملي كاين، هانتوما كتشوفوا حتى كنكملها كامله. ها هي الثانيه كذلك، طريقه سهله مهله، حتى ولو تجيك شي وحده شويه شكل كبر من هذه ماشي مشكل، ولكن كتحاولي تقادي نفس القياس. بغيتي ديري القياس بالنسبه للقياس د الحلوى هذه صغر منها، كديري ملعقه صغيره وكتفرغي بها، كتبقاي هكا، لان داك القوام د الحلوى هانتوما كتشوفوا القوام د الحلوى راه شاد راسو. هذاك الشيء علاش باش ما سحش ليا بزاف. ولكن ما كنوضع الخليط بالملعقه في المقله حتى كتسخن المقله مزيان، حتى كنحس بها سخنات مزيان والعافيه مهيله. كنشم الرائحه ديالها، راه كتعطي واحد الرائحه غزاله وهي كطيب. وكتدير واحد الفقاعات، عاد كنقلب بحال البغرير كما كتشوفوا. هيا كما كنبين لكم في الصوره. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكنشكر جميع الاخوات اللي انضموا للقناه، كنقول لهم شكرا، وليلى حشمنا معاكم، شكرا بزاف بزاف. واللي عجبو الفيديو اول مره كيشوف في القناه يدير لايك
وشارك في القناه باش يوصلوا الجديد. كنحاول دائما نجيب شي حاجه زوينه اللي في متناول الجميع. بالنسبه لكاين شي اخوات اللي ما كيكونش عندهم فران او اللي خسر ليهم ولا شي حاجه، فكرت باش ندير هاد الشكل د الحلوى. شديت الشوكولاط كالا، درت ليه معلقه زيت وذوبته عادي في العافيه مهيله، وكنغمس كل وحده كنحاول ندهنها كما كتشوفوا. بعد ما ساليت خديت الشوكولا بالالوان ودرت هنايا في الجنيبات باش نزين الشكل ديال الحلوى ديالي. كما قلت لكم كتوجد في 10 دقائق كاع 15 دقيقه كاع الا تعطلتي، وكنحصل على واحد الطبق اللي جميل جدا. كنتمنى تعجبكم الطريقه. هانتوما كتشوفوا انا غادي نقسمها لكم باش تشوفوا الوصف ديالها، كتجي رائعه، ما احتاجينا لا فرن لا والو. هانتوما الشكل ديالها كيجي جميل. الى عجبك الفيديو شارك في القناه ودير لايك. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.